تخيل لو انت ماشي في الشارع او في المدرسة او حتى سايق، وفجأة تلاقي نفسك وقعت على الارض ونايم. مش نايم عادي، نايم يومين 3 من غير ما حد يقدر يصحيك. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. ده مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية حصلت في قرية صغيرة في كازاخستان اسمها كالاتشي. الناس هناك فجأة بدأوا يناموا لساعات، وبعد كده بقى في ناس بتنام لأيام كاملة من غير سبب. اللي بيحصل كان مرعب. أكتر من 120 شخص من أصل 600 شخص اتعرضوا للحالة دي. ناس كانت بتنام وهم بيشتغلوا، أطفال بيناموا في الحصص، ستات بيطبخوا ويقعوا في المطبخ. الحكومة بعت الدكاترة عملوا تحاليل، وسكان القرية انتقلوا لمستشفيات، والنتيجة ولا حاجة. مفيش سبب واضح، ولا فيروس ولا مرض ولا حتى غاز معروف. في نظريات بتقول إن في منجم يورانيوم قديم جنب القرية وهو السبب، وناس تانية بتقول دي تجارب فاشلة اتعملت في التسعينيات ولسه أثرها لحد النهاردة. إنما سكان كالاتشي ناس كتير منهم سابوا القرية وهربوا، والباقي عايشين في رعب إنهم يناموا تاني وما يصحوش. السؤال هنا، إزاي قرية كاملة تتصاب بحالة نوم جماعي من غير ما يكون في تفسير؟ لو عندك قصة مريبة أو مرعبة احكيها لنا، واعمل اشتراك ولايك واكتبها في الكومنت، ممكن تكون موضوع الفيديو الجاي.